حبايبي اهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا كنافه بالقشطه. انا عارف ان القشطه غاليه، بس احنا ان شاء الله هنشوف لها بديل في الفيديو بتاعنا وهنعملها بكل سهوله وامكانيات بسيطه جدا. بس قبل ما نبدا في الفيديو زي كل مره دعمكم لينا واشتراككم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وقبل ما نبدا نذكر الله ونصلي على النبي. طيب حبايبي، زي ما انتم عارفين قبل ما نبدا في الكنافه خالص بنبدا نحضر الشربات بتاعنا. ها، بنجيب كوباية سكر زي ديت. أنا عامة لما بعمل حلويات بشتغل بالسكر البني عشان مش عايز الحلويات تبقى مسكرة قوي، وصحي وكويس. فديت حسب الرغبة. بقوم نازل بالسكر بتاعنا أهو. ولازم دايما المية المية تبقى أقل من السكر عشان الشربات يبقى تقيل وحلو، وبستمر في التقليب فيه. طيب بعد ما السكر تاب في المية خالص كده بنقوم جايين بشوية عصير ليمون ونازلين فوقيه كده أهو، وعاطينه كمان تقلبتين وشايلينه من على النار. كده احنا ايه، جهزنا الشربات بتاع الكنافه. طيب نيجي بقى للمهم اللي هو القشطه او الكريمه اللي هنحطها على الكنافه. بنجيب حله ولازم يكون معانا لبن كامل الدسم، وبننزل بيه في قلب في قلب الحله اهو. وبنستنى عليه لما يسخن شويه ونشوف هنعمل ايه. طيب حبايبي، اول ما اللبن سخن معانا كده شويه هنقوم نازلين بكيس فانيليا كده. كيس الفانيليا دوت بيدي للكريمه ديت طعم ما حصلش بصراحه. ونقلب فيه كده اهو. بعد كده هنقوم جايين بنشا وهننزل في قلب اللبن كده اهو اهو. ونقلب لغايه ما اللبن يتقل معانا خالص والنشا تدوب في قلب اللبن. نقلب باستمرار عشان اللبن ما يتحرقش مننا. نقلب فيه كده باستمرار. طيب، وده كان القوام بتاعها بعد ما خلصت معانا. مش هنحتاج ان شاء الله لقشطه خالص، ولا ربع كيلو قشطه ولا نص كيلو قشطه يكلفنا الشيء الفلاني عشان نعمل شويه كنافه بالكريمه. طيب هنسيبها بقى على جنب لغايه ما تبرد خالص ونشوف الكنافه. طيب ده حوالي نص كيلو كنافه. بنحاول كده نفرطه من بعضه خالص اهو. ومعلومه بقى حبايبي عايز اقول لكم عليها: كنافه يعني سمنه، سمنه بلدي سمنه نباتي. اهم حاجه ان احنا نشبعها بالسمنه قوي. ليه؟ اولا ما تنشفش مننا، ثانيا عشان ما تتحرقش منها في الفرن وتبقى طريه وطعمها حلو. لازم نشبع الكنافه بالسمنه على قد ما نقدر ونفرطها بايدينا. طيب حبايبي، زي ما انتم شايفين كده الكنافه شبعناها كويس بالسمنه. ها، وهنقوم جايبين صينيه زي ديت كده، صاج او مضاد للحراره ازاز اللي موجود عندنا، وهنقوم جايين نازلين باول طبقه كده اهو. بسم الله. فردينها كده في الصينيه كويس اهو. ونضغط عليها كويس اهو. وهنقوم جايين بالكريمه بتاعتنا اللي هي احنا قلنا بديل القشطه، ونازلين كده. بسم الله. نشبعها بيها كده. احنا بنعمل على قد الكميه اللي احنا هنحتاجها بالظبط. يعني بصوا اهي كلها اهي. يعني هي بالنظر كده، الموضوع بالنظر مش اكتر. بنشوف احنا هنعمل كميه قد ايه وبنعمل على قدها. وبعد كده بنقوم فردينها كويس على الكنافه
بنغطي الكنافة بالكريمة كده كلها اهو اهو، وبنضغط عليها كده شوية عشان تاخد الطبقة التانية، وبنقوم نازلين بالطبقة الأخيرة، نفردها برضو في الصينية كلها. مش سهلة، مش صعبة حبايبي، والله مش صعبة، سهلة جدا اهي. وبنحاول نفردها كلها في قلب الصينية زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وبندخلها الفرن على درجة حرارة 180 فوق وتحت، وأول ما تخلص هوريها لكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حبايبي، وديت كانت صينية الكنافة أهي بالكريمة أو بالقشطة. بعد ما خلصت قعدت في الفرن بالظبط حوالي 25 دقيقة. سقيناها طبعا بالشربات، هنسيبها شوية لما تهدى. في حاجة بقى عايز أقول لكم عليها وهي اختياري، يعني حسب الرغبة. أنا متعود دايما مع الكنافة دايما لازم مكسرات، مفيش عندنا مكسرات ما نصعبش الأمور على نفسنا. هنجيب شوية سوداني نطحنهم كويس قوي ونرشهم عليها من فوق. دول كانوا شوية عين جمل عندي، وزي ما قلت لكم مش لازم عين جمل، مش لازم لوز، مش لازم فستق، أي حاجة موجودة عندنا. شوية سوداني مثلا محمصين نطحنهم ونرشها كده من فوق عليها، ونسيبها لما تهدى كمان شوية وأوريها لكم. طيب، وديت كانت الكنافة معانا بالقشطة أو بالكريمة. وزي ما قلت لك ما تصعبيش الأمور على نفسك. شوفوا الكريمة جواها عاملة إزاي، ما تصعبيش الأمور على نفسك ولازم قشطة. لا، بالطريقة ديت احنا ممكن نعمل برضو أحلى صينية كنافة بالكريمة أو بالقشطة. بس أوعدك إن أنا هعمل لك فيديو إزاي تعملي القشطة عندك في البيت وما تشتريهاش تاني خالص، ده وعد مني. بسم الله، شوفوا الكريمة فيها عاملة إزاي. بسم الله، جميلة بصراحة، خطيرة، ويا ريت تجربيها في البيت للأولاد. لو الفيديو عجبك ما تنسيناش بشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك مننا كل جديد. وكل عام وانتم بخير، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.